اوعى ما تاخدش بالك من الاربع حروف اللي موجودين جنب رقم المدى، وخاصة مع العربيات الكهرباء. بداية موضوع مقاييس المدى بدأت سنة 1997. يلا نعرف الحكاية من أولها. من سنة 1997 لغاية سنة 2017 كان المقياس العالمي والمعتمد واللي كل الناس ماشية عليه هو ال NEDC New European Driving Cycle. المقياس ده اتعمل في أوروبا وكان معمول في ظروف مثالية جدا، يعني ما كانش في أحمال على العربية، السرعات كانت قليلة جدا، ما كانش في ظروف متغيرة في درجات الحرارة، وبالتالي كان مقياس متفائل جدا، وكان يعتبر مقياس معملي وليس مقياس عملي على الأرض. علشان كده هم استبدلوه في أوروبا بنظام ال WLTP اللي هو ال World Wide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. معلش الاسم كبير فكان لازم اقراه. المقياس الأوروبي الجديد ده بيقسم القيادة عندهم لأربع أماكن: جوه المدينة، الضواحي، الطريق السريع، والاوتوستراد. طبعا الاوتوستراد بتاعهم مش بتاعنا احنا. وبيحسبوا فيه السرعة المتوسطة على 46 كيلو متر، والسرعة القصوى 131 كيلو متر، ودرجة الحرارة اللي بيقيسوا عليها الاختبارات 23 درجة مئوية. المقياس اللي بعد كده معانا اسمه CLTC، ده مشهور جدا جدا في العربيات الاستيراد الصيني اللي موجودة في مصر. ومعنى CLTC هو China Light Duty Test Cycle. الصين لغاية سنة 2021 كانت بتمشي بنظام ال NEDC، وبعد كده تحولت لل CLTC اللي هو أكثر واقعية من ال NEDC، ولكن مش واقعي كفاية زي ال WLTP. آخر مقياس معانا وهو المقياس الأكثر دقة والأكثر صرامة وواقعية ما بين كل المقاييس هو المقياس الأمريكي ال EPA، وهو اسم مشتق من وكالة البيئة الأمريكية. طب معلش بقى، انت اللي غبطتنا وعمال تقول معايير وحروف واختبارات طيب انا لو معايا عربيه كهرباء دلوقتي وعايز اعرف المدى الفعلي بتاعها على الارض ايه، احنا طبعا بنقول لحضرتك الاول راجع الفيديو بتاع المدى الفعلي، ولكن انت حضرتك عايز تعرف معنى الحروف اللي موجوده جنب المدى المعلن للعربيه، احنا قلنا لك المعنى بتاعهم، ولكن لو عايز تحولهم من مدى لمدى تابع معايا الارقام اللي جايه. لو المدى المعلن للعربية مكتوب جنبه NEDC وحضرتك عايز تحوله إلى WLTP، هتقلل من الرقم من 25 إلى 30% تقريبا. ولو الرقم CLTC وحضرتك عايز تحوله إلى WLTP، هتقلل من الرقم من 20 إلى 25% تقريبا. ولو الرقم WLTP وحضرتك عايز تحوله إلى ال EPA الأشد دقة وصرامة، هتقلل منه من 10 ل 15%. يا رب يكون الفيديو النهاردة أفاد حضراتكم. أشوفكم في فيديو جاي قريبا إن شاء الله. السلام عليكم.